في تاريخ السينما المصرية في نجوم كتير، لكن في أسماء معينة كده لما بتيجي سيرتهم تحس إن هم جزء من العيلة مش مجرد ممثل أو فنان. حسن حسني بقى واحد من الأسماء دي، وإن حسن حسني كان هو السر الكبير ورا نجاح جيل كامل من الكوميديانات اللي بقى كل واحد فيهم حاليا نجم شباك لوحده. وهتفهم قصدي كويس شوية كده، فتعالوا نعرف القصة الكاملة لأسطورة الكوميديا حسن حسني. بتبدأ القصة يوم 29 يونيو سنة 1936 في القاهرة، وبالتحديد في حي القلعة الشعبي. اتولد حسن حسني وطفولته ما كانتش سهلة أبدا، لأن هو فقد والدته وهو عنده 6 سنين، ودي كانت ضربة قوية جدا لأي طفل، لكنها كانت نقطة التحول اللي خلت شخصيته قوية ومستقلة. ولحد ما بيكبر حسن شوية وبيدخل مدرسة ابتدائية، وتحديدا مدرسة الرضوانية، وهنا بدأ فعلا حب للفن يظهر. وكان دايما بيشارك في المسرحيات المدرسية، لدرجة إنه لما كبر شوية ودخل مدرسة ثانوي شارك في مسرحية اتعرفت ساعتها، وكان طلع في المسرحية دي بدور اسمه أنطونيو. وبعد ما المسرحية دي اتعرضت خد جائزة التفوق من المدرسة بسبب الدور اللي هو عمله ده، وبالتحديد كان في مدرسة الخديوي الثانوية بنين، واخد كمان في الوقت ده ميداليات من وزارة التربية والتعليم بسبب المسرحية دي. ومن هنا بدأ فعلا حلمه. فمن ضمن الفترة الكبيرة اللي شارك فيها حسن حسني في مسرحيات كتير، كان موجود في مرة الممثل حسين رياض في لجنة تقييم مسابقات التمثيل، وشاف ساعتها في مسرحية من ضمن المسرحيات دول حسن حسني وعجبه تمثيله جدا ساعتها. وفضل حسن حسني مستمر لفترة كبيرة في المسرحيات، لأن المسرح في الوقت ده كان هو الأساس. وكمان المسرح زمان كان ليه وقت معين بيجي فيه، وكان كل الناس بتقعد تستناه. وكانت بدايات حسن حسني الحقيقية فعلا عشان يتشاف أكتر كانت في الستينات، وساعتها كان عضو في فريق المسرح العسكري التابع للجيش في الوقت ده. وفضل حسن في المسرح ده فترة كبيرة، لكن لحد المسرح ده ما بيوصل لسنة 1976 واتقفل المسرح ده. ففضل حسن حسني يتنقل في مسارح تاني زي مثلا المسرح الحكيم والمسرح القومي، لحد ما انضم لفرقة جلال الشرقاوي. ومن كتر حبه للفرقة دي قعد معاهم حوالي 10 سنين. وبما اني كده بكلمك عن المسرحيات بتاعته، خليني اكلمك شوية عن اشهر المسرحيات اللي هو عملها. واول مسرحية وهي مسرحية على الرصيف، ودي من المسرحيات اللي بدأت تجيب له فعلا شهرة كبيرة في الوسط الفني. وتاني مسرحية وهي مسرحية سكر زيادة، ودي كانت من انجح المسرحيات اللي شارك فيها في فترة السبعينات. نيجي بقى الاشهر المسرحيات اللي هو عملها، وهي حزمني اياه، وكانت من اشهر المسرحيات الكوميديه في الوقت ده ويعتبر لحد دلوقتي. والمسرحيه الاجمد واللي كانت ضمه نخبه كبيره جدا من ظهور الممثلين الكبار، وهي كانت مسرحيه جوز ولوز، وكانت بالتحديد في سنه 1993. وفضل حسن حسني مكمل في المسرح سنين طويله لحد ما بدا ياخد فرص اكبر في التلفزيون والسينما. وبدا فعلا في السينما، وكان اول ظهور ليه في فيلم الكرنك، وده كان بالتحديد في سنه 1975، كان مع سعاد حسني والفنان نور الشريف. وحسن حسني كان طالع بدور صغير جدا فيه، لكن حتى في المشاهد الصغيرة دي كان بيبقى ليه حضور قوي. بعدها بدأ يمثل في أدوار أكبر شوية في أفلام مثلا زي فيلم الأتوبيس، ده كان سنة 1982، كان مع نور الشريف برضه، وقدم ساعتها دور بس كان مؤثر شوية. والفيلم اللي بعده هو فيلم البريء، وده كان سنة 1986، كان بطولة الفنان الراحل رحمة الله عليه أحمد زكي، وكان طالع حسن حسني بدور الضابط فهيم، وده كان فيلم سياسي مهم جدا في الوقت ده، وكان من إخراج عاطف الطيب. والفيلم اللي بعده، وده حقيقي من أجمد الأفلام للفنان أحمد زكي، هو فيلم الهروب سنة 1991، وحسن حسني كان طالع بدون مساعد الوزير. والفيلم ده كان من إخراج أجمد المخرجين وأتقلهم، وهو المخرج عاطف الطيب رحمة الله عليه. لكن رغم إن حسن حسني كان بيشتغل مع نجوم كبار، إلا إن اسمه ما كانش لسه معروف للجمهور العادي لحد ما جت فترة بداية الألفينات، وبدأت النقلة الحقيقية فعلا في حياة حسن حسني. لأن في أول الألفينات كده السينما المصرية بدأت تتغير، وظهر جيل جديد من الممثلين الشباب زي مثلا محمد هنيدي وعلاء ولي الدين واحمد السقا ومحمد سعد وكريم عبد العزيز واحمد حلمي واحمد مكي وهاني رمزي وغيرهم كتير. فالجيل ده كان محتاج حد يكون الاب الروحي ليه، وهنا ده ظهر الفنان حسن حسني، كان نجم الخفي اللي بيكمل نجاح اي فيلم ليهم. فخليني اكلمك شويه عن افلامه اللي عملها في الالفينات، زي مثلا اول فيلم وهو عبود على الحدود، كان سنه 1999، وكان بطوله علاء ولي الدين رحمه الله عليه، وكان طالع حسن حسني بدور الاب العسكري اللي هو عبده. لكن طبعا زي ما كلنا بنشوف حسن حسني في الدور ده كان كوميدي شويه، ومخرج الفيلم ساعتها كان المخرج الكبير شريف عرفة. نيجي بقى الاحسن والافضل الافلام اللي قدمها فعلا، وهو لحد دلوقتي اكترهم مسمع مع ناس كتير، وهو فيلم الناظر، كان سنه 2000، وكان بطوله علاء ولي الدين، وكان طالع حسن حسني بالدور طبعا اللي كلنا عارفين وكيل المدرسه. لدرجه ان ايرادات الفيلم ده جابت 16 مليون جنيه، وهو الرقم ده حاليا مش كبير، لكن انا هنا بكلمك في سنه 2000، يعني من حوالي 25 سنه، فالرقم ده ساعتها كان حلو لحد ما. وبنكمل برضه في الألفينات، وحسن حسني بقى عنصر أساسي في أي فيلم كوميدي، لأن هو لما بيطلع في أي فيلم بيتعرف خلاص إن الفيلم ده هيكسر الدنيا، وإن ظهوره في أي فيلم أو حتى إفيه واحد من إفيهاته كفيل إن هو ينجح الفيلم ده.
فخليني اكمل لك شويه عن افلامه بس لما دخلنا بقى خلاص في الالفينات. واولهم فيلم هو فيلم الليمبي سنه 2002. الدور اللي كان عامله في الفيلم محدش يقدر ينساه، والكيمياء الحلوه جدا اللي كانت ما بينه هو ومحمد سعد، لدرجه ان ايرادات الفيلم ده ساعتها كانت جايبه 21 مليون جنيه. وفي نفس السنه برضه في 2002 ظهر في فيلم اسمه محامي خلع. وبتعدي سنه 2002 والسنه اللي بعدها على طول في 2003 بيعمل فيلم عسكر في المعسكر. وبصراحه من كميه الافلام اللي عملها مع محمد هنيدي متهيألي هو من اكتر الناس اصلا اللي ساعدوا هنيدي في ظهوره اكتر للناس. لكن مع رغم كده فيلم مثلا زي فيلم عسكر في المعسكر ده ما جابش غير 9 مليون جنيه، وده في الفتره دي كان رقم قليل. يعني لو جيت مثلا قارنته بفيلم زي اللي انا لسه قايلك عليه فوق، فيلم الليمبي كان قبلها بسنه بالظبط، ومع رغم كده كان جايب 21 مليون جنيه. انت متخيل الفرق بين الاثنين؟ والفيلم اللي بعدها بسنه على طول في 2004 كان فيلم غبي منه فيه الدور الاجمد اللي عمله المعلم دبش، وطبعا كان مع هاني رمزي. ومع رغم ان الفيلم ده فشلت ايراداته جدا لدرجه ان هو جاب ساعتها 5 مليون و600 الف جنيه بس في سبب كبير خلى الفيلم ده ايراداته تفشل، وخلى كمان باقي الافلام اللي كانت نازله معاه في نفس السنه برضه ايراداتهم قليله جدا. زي مثلا كان نازل معاه في نفس السنه دي فيلم الباشا تلميذ اللي برضه ما جابش غير 7 مليون جنيه بس، او مثلا فيلم الفول الصين العظيم اللي ما جابش غير 5 مليون جنيه برضه بس. طب ايه السبب اللي كان مخلي التلات ولا الاربع افلام دول ايراداتهم تفشل جدا مع رغم ان هم كانوا مسمعين جامد ولحد دلوقتي؟ فهرد عليك واقول لك لان كان نازل معاهم في نفس السنه فيلم عريس من جهه امنيه للفنان عادل امام، وده لوحده اصلا كان جايب 13 مليون جنيه. لكن لو جينا بصينا الافلام دي من ناحيه تانية اللي هو زي غبي منه فيه والباشا تلميذ والافلام دي نجحت اكتر، بس نجحت في التلفزيون في الشاشات لما اتشافت من الناس اكتر. عشان كده بعد كل السنين دي تلاقي ناس بتسمع الافلام دي لحد دلوقتي على التلفزيون. وعشان كده انا بقول لك ان حسن حسني ايقونه السينما المصريه، ان حسن حسني كان عامل ازيد من 500 عمل. انت متخيل الرقم؟ حرفيا قعد طول حياته للفن والتمثيل بس. فطبعا انا عشان كده مش هقدر اقول لك كل الاعمال دي، لان لو قعدنا نتكلم عليهم عمل كلهم الفيديو هيكون حرفيا ما لا نهايه. ومع الرغم ان حسن حسني كان مشهور بالكوميديا وكان حرفيا ملك الكوميديا، لكنه لما كان بيدخل دور دراما كان بيكسر الدنيا فيه. فخليني اقول لك على شويه ادوار دراما هو عملهم. فيلم مثلا زي فيلم رأفت الهجان لما قدم دور ضابط المخابرات وكان دور عبقري جدا. وزي مثلا المسلسل اللي كان عامله في 2018 مسلسل رحيم اللي كان مع ياسر جلال، وقدم الادوار دي كلها بدراما بطريقه حلوه جدا. نيجي بقى لاهم وقت في حياه حسن حسني وبالاخص في 2018 لما اخد جائزه فاتن حمامه التقديريه في مهرجان القاهره السينمائي. وبعد كل اللي قلته لك ده وكميه الاعمال اللي ما بتخلصش بتاعته حرفيا هو من اكتر الناس اللي تستاهل الجائزه دي. لحد ما بنيجي بقى اليوم 30 مايو وبالتحديد سنه 2020 مصر كلها صحيت على خبر وفاه حسن حسني. كان يوم حزين جدا لناس كتير، لان حسن حسني كان اكتر من مجرد ممثل، كان جزء من حياه كل واحد فينا. لكن رغم ان هو توفى ربنا يرحمه، لكن اعماله لسه موجوده لحد دلوقتي ولسه هنفضل نضحك على كل المشاهد اللي هو كان بيعملها. بس وكده تكون خلصت حلقه النهارده، واستنى بقى الحلقات. سلام.